اهلا بيكم في حلقه جديده. انا احمد حلمي ودي قناه زومين. جايين بقى النهارده نتكلم عن واحد من مسلسلات رمضان اللي ممكن اقول لكم بشكل مستريح قوي ان ده ممكن اقول الحصان الاسود في رمضان 2024. مسلسل كان مفاجاه ليا، وممكن اعتقد ان هو مفاجاه لمعظم الناس اللي بيتفرجوا عليه. اللي انت كده قبل رمضان تقول المسلسل ده مش هيعمل الحاجه الكبيره، وان انت حتى اما بتيجي تديله فرصه فانت مش متوقع انه هيطلع منه اداء كبير، بس تتفاجئ كده وانت بتتفرج على المسلسل ان المسلسل ده مختلف، وان المسلسل ده جميل بشكل مش طبيعي. واللي فاجئني اكتر ان المسلسل ده مش بيتعرض على اي قناه تلفزيونيه، ده حصريا على منصه واتشيت بس هي اللي بتعرضه. اللي خلاني اسال سؤال واحد بس، هي ازاي اساسا القنوات التلفزيونيه ما اتخانقتش على مسلسل زي ده؟ مسلسل قوي زي ده ازاي مفيش قنوات قعدت بقى ان هي تحاول ان هي تاخد الحقوق بتاعته؟ بس استنتجت ان واتشيت اكيد راهنت عليه رهان كبير جدا عشان المسلسل ده فعلا خطير جدا. المسلسل اللي بتكلم عليه هو مسلسل لحظة غضب، اللي جاي من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين ونادين فرج، غير نجوم تانيين كتير جوه احداث المسلسل فعلا اللي ممكن اقول فيه اجواء توتر ما تهياليش ان الواحد شافها في التلفزيون المصري بشكل كتير قوي كده. اللي انت كده تتفرج حلقه بعد حلقه انتهت على اعصابك طول الحلقات، وان انت كده دايما في احداث مختلفه، في احداث جديده، مش دايما كده اقول ايه، مش في مكان واحد، مش حاجه واحده او مش حدث واحد وبس. انت بتاخد كل شويه صدمه، انت اساسا عندك اسئله كتير، انت متعاطف مع الشخصيه دي او لا. قصه المسلسل اللي بتتكلم عن زوجه اللي بتبقى ضعيفة الشخصية جدا، الحاجة دي اللي بتبقى حطاها ممكن اقول في مواقف كتير اللي بيبين لها ضعفها. بس بقى الحاجة اللي مهمة قوي ازاي جوزها اساسا بيعملها، اللي بيعملها كده باسلوب وحش او ممكن اقول باهانة شوية، ان هو ما بيحبهاش وان هو برضه بيعاملها اكنها ممكن اقول اي حاجة موجودة في البيت، غير طبعا صحابها او الناس اللي معاها في الشغل اللي بيستغلوها ان هي تشيل شغل عنهم. فاحنا بنشوف ان هي دايما مهدر حقها، وان هي ضعيفة الشخصية، وان هي حتى بتعمل ده كله ممكن اقول بطيبة زيادة عن اللزوم، او ممكن اقول ايه بحب شوية. بس الحاجة دي مع مرور الوقت بتحس ان الضغط بيزيد عليها، لحد في يوم عيد ميلادها اللي بتنصحها واحده صاحبتها ان عشان تحسن العلاقه ما بينها وما بين جوزها ان هي كده تلبس له فستان حلو. بس تكتشف ان جوزها داعي اخواته على عيد الميلاد عشان ما يكونش هما الاثنين لوحدهم في البيت، وان هي بقى بتكلمه قبل عيد الميلاد بيبتدي كده ان هو يعملها بنوع من الاهانه شويتين، عشان في لحظه غضب واحده بس من وسط الطيبه اللي هي فيها دي كلها ان هي تتعصب وتخبطه بحاجه على راسه، فاللي بيقع جوزها ميت. واللي ساعتها بقى بتبتدي الاحداث معانا، اللي هو الباب جرس الباب بيرن، واللي بتلاقي ان اخواته واقفين على الباب بره. فيا ترى بقى هتخبي الجثه ازاي، هتعمل فيها ايه، طب ايه اللي هيحصل بالظبط؟ عارف انت اجواء من التوتر كبيره. عارف كده لما تبقى قاعد في البيت وفي جثه معانا في البيت وهي خايفه ان حد يكتشفها بالصدفه؟ المسلسل كده عامل الجو ده بشكل مش طبيعي. صبا مبارك عامله دور ممكن اقول ده احسن دور نسائي في رمضان 2024. مهما حد عمل اداء قوي جدا او حاجه مش هيوصل لاداء صبا مبارك جوه الاحداث المسلسل ده. عاملاها كده بتلقائيه اللي هو الواحد بيتفرج عليها انا متعاطف معاها جدا، وفي نفس الوقت مش عارف اعمل معاها ايه. اللي هو كده في اللحظه اللي قتلت فيها جوزها انا كنت معاها قوي في القرار ده، وفي اللحظه اللي بعديها وهي بتتصرف بقى ما بعد الموضوع ده كله اللي هو انت مش فاهم هي صح هي غلط، طب تعمل ايه، طب عارف نوع التعاطف الغريب قوي. المسلسل قادر ان هو فعلا يخلق حاله من التعاطف معاها، وفي نفس الوقت حاله من الشك اللي هي بتعمله ده غلط قوي، غير طبعا افكار تانية كتير بيناقشوها جوه المسلسل بقى. وفكره بقى اقول ايه التوتر اللي انت فيه، احنا مش بنعيش جوه الشقه بس مثلا وان اخواته موجودين وان هم مثلا ممكن يلاقوه في اي وقت. اجواء التوتر دي بتمتد حتى بعد ما بيخرجوا من الشقه. بنشوف كل شويه اتحادات بقى بتاعه البوليس اللي ممكن نقول ان هي مش العامل الاساسي في المسلسل، اخوه اللي بيدور عليه هو العامل الاساسي اللي ممكن نقول عامل التوتر ما بينه وما بين الزوجه اللي بعيده كل الشك عن شك الناس او عن شك البوليس او حتى عن شك اخواته انهم هي تكون عملت فيه حاجه، لانهم عارفين قد ايه هي انسانه طيبه وان هي لا يمكن تاذي اي حد. بس ده بقى كله بيدخلنا ممكن اقول في العالم ده ان الواحد كده بيبقى قاعد متوتر معاهم. انا مش عايزها تتكشف، لا طب انا عايزها تتكشف دلوقتي، طب ايه اللي هتعمله، طب هتتصرف ازاي، طب مين هيساعدها، طب اسئله كتير جدا وغموض كتير جوه المسلسل اللي مخلي المسلسل فعلا قوي جدا. ده طبعا غير الاداءات التمثيليه اللي معموله جوه المسلسل بشكل حلو جدا. محمد شاهين رغم الشنب بتاعه اللي انا مش عارف اخده بجديه قوي الا ان هو عامل دور جد قوي، دور الواحد يتفرج عليه وينبسط اساسا من الطريقه اللي الشخصيه معموله بيها. معجب جدا بيه وحابب فعلا طريقه تقديمه، غير طبعا بقى باقي الشخصيات وفي قصص جانبيه كتير جوه المسلسل ده. فاللي انت هتتفرج على المسلسل وهتبقى مبسوط بيه جدا. لو اتفرجتوا على المسلسل يا ريت تقولوا لي ايه رايكم فيه. معجبين بالمسلسل زي انا معجب بيه كده ولا لا؟ شايفين المسلسل حلو ويستاهل فعلا ان هو يكون الحصان الاسود في رمضان 2024 ولا لا؟ هستنى رايكم دي كلها في الكومنتات، فيا ريت تكتبوا لي وتشاركوني معاكم فيها. ولو ما اتفرجتش على المسلسل فانا اكيد انصحك ان انت تروح وتتفرج عليه، ان ما كانش دلوقتي فيا ريت كده في النص التاني في رمضان او بعد رمضان، لانك هتتفرج على المسلسل واللي هيعجبك جدا. واللي اتمنى ان انت لو وصلت لحد هنا انك تكون عملت لايك للفيديو، انه فعلا بيساعد ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس. لو انت مش مشترك معانا واول مره تشوفنا يا ريت تشترك، واشوفك بقى في حلقه جديده. سلام.